وفي السياق خرج طلبة جامعة روجافا في مدينة قامشلو في مسيرة مطالبين بالاعتراف الرسمي باللغة الكردية وتثبيتها في الدستور السوري وإقرار قوانين تكفل حمايتها بوصفها جزءا أساسيا من هوية وثقافة الشعب الكردي. وانطلقت المسيرة من أمام جامعة روجافا وسط رفع لافتات تؤكد أهمية اللغة الكردية، مرددين شعارات لا حياة من دون اللغة. وتوجهت المسيرة نحو دوار الشهيد أوسمان صبري في حي الهلالية، حيث وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء. تلاها قراءة بيان من قبل عضو الهيئة الإدارية في جامعة روجافا آرام حسن، أكد فيه أن اللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل تمثل الذاكرة التاريخية ورمز الكرامة الوطنية. وأشار إلى أن التعليم بلغة الأم يعد حقا عالميا ومقدسا لا يقبل التفاوض، مضيفا أن إرادة المجتمع وهويته تنموان من خلال لغته وثقافته. وشدد البيان على ضرورة أن تحظى اللغة الكردية بمكانتها كلغة رسمية في أي دستور سوري جديد، مع توفير ضمانات قانونية واضحة لحمايتها.